السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده معانا طريقه المكرونه البشاميل بس على اصولها، بجد بتكات مميزه من تكاتي. اتبعي الخطوات وبجد والله العظيم يعني بدون حلفان، بجد مش هتاخدي طعم روعه. هنعرف مع بعض النهارده اسرار البشاميل الكريمي الناعم زي ما انتم شايفين كده. اصحاب القلوب الضعيفه بقى والبشاميل السايح انا ما باكلهاش الا كده، بجد الطعم تحفه جدا. وهنعمل مع بعض حشوة لحمة مفرومة، تعصيجة لحمة مفرومة بجد تحفة جدا. جربيها ومش هتندمي، مكرونة خفيفة جدا جدا، تاكلي منها قطعتين 3 قطع مش هتحسي ان انت كلتي حاجة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف طريقتنا ايه. اول حاجة معايا هنا وok على النار، وطبعا تكون سخنة معايا. اول حاجة نزلت بيها هي اللحمة المفرومة بدون اي دهون، انا هستكفي بالدهون اللي نازلة معايا من اللحمة فقط. عايزه اقول لك التعصيقه دي انا اول مره اجربها، ولكن بجد هعتمدها، تحفه جدا وبتخلي المكرونه خفيفه جدا جدا. نزلت معايا ببصلتين كده مقطعاهم قطع صغيره خالص. وعلى فكره بقى انا بحب البصل كتير شويه في اللحمه، عايزه تقللي براحتك خالص مفيش مشكله. وكمان طماطمتين متقطعين صغير جدا، وقرن فلفل كده انا شايله منه البذر بتاعه وحاطاه، بس بيدي نكهه تحفه جدا، جربيها مش هتندمي. وكمان نزلت معايا بمعلقه واحده من الصلصه. جربي بس الخطوه دي وتقطيع الطماطم عليها، بجد تحفه يا جماعه، بجد خفيفه خفيفه خفيفه. هننزل بقى دلوقتي معانا بالتوابل بتاعتنا، وهي طبعا فلفل اسود، رشه كده من فلفل اسود، انا نزلت بنص معلقه صغيره. وكمان نزلت برشه كده من الحبهان البودره، وورق اللورا او ورق الغار المطحون البودره برضو، رشات كده يا بنات. يعني نحاول ما نزودش التوابل يا جماعه، لو التوابل زادت عن الحد المطلوب الاكله ما بتبقاش حلوه، ولو قلت برضو نفس الحكايه، فاحنا بنعمل معدل بسيط جدا. هنزل كمان معايا بنص معلقه كده من بهارات اللحمه او ال7 بهارات، وكمان ربع معلقه صغيره من القرفه بتدي طعم خرافه جدا. ونزلت برشه بسيطه من جوز الطيب، عايزه اقول لك ما تزوديش جوز الطيب عشان ممكن تمرر معاكي، فهي رشه بسيطه. وكمان مكعب من المرقه وده اختياري. وكمان انزلي معايا بمعلقه صغيره كده مليانه من السكر، بتدي طعم تحفه جدا. وظبطي الملح بتاعك. وهديها دلوقتي نص كوبايه من الميه، ونوطي النار عليها ونغطيها ونسيبها بقى تتسبك براحتها. بصوا هتدوقوا تعصيجة لحمه ما حصلتش، تحفه. وبتخلي طعم المكرونه مش عايزه اقول لكم عامل ازاي. بجد لازم نغير كده ونجدد في حاجاتنا. انا كنت بعصجها بالطريقه العاديه جدا، ولكن بجد دي لقيتها خفيفه جدا بدون زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. جربيها ومش هتندمي. طبعا في الخطوه دي هسيبها بقى لحد ما تتسبك معانا. وبصوا دلوقتي هنا بعد ما خلصت معايا كده طفيت النار عليها واسيبها بقى على جنب. هنا في المرحله دي سلقت المكرونه بتاعتي. وبعد ما بسلق المكرونه يا بنات ما بشطفهاش بالميه، يعني مهم جدا عشان تاخدي مكرونه كده مصحصحه، وبسلقها نص سوا فقط. وكمان خدت مج معايا من ميه سلق المكرونه، هخفف بالبشاميل اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. تعالوا بقى نعمل البشاميل بتاعنا. نزلت كده ب5 معالق كبار من الزبده ومعلقتين كبار من الزيت. وهنزل معايا دلوقتي ب6 معالق كبار من الدقيق. طب ليه انا مزوده الكميه ليه؟ لان انا بصراحه عامله صينيتين، يعني انا عامله مقدار صينيه كبيره وصينيه صغيره، فانا مزوده مقدار البشاميل اللي معايا. هنعمل كده طبعا النار معايا، وايدك في البشاميل ما تخرجش منه نهائي. شايفين؟ قد معدل الدهون اللي هتحطيها هي معدل الدقيق اللي هتحطيه، يظبط معاكي البشاميل جدا جدا، ما يبقاش مكلكع كده معاكي. اول ما الدقيق يغير لونه معايا بالمنظر ده، هنزل معايا بالحليب. والحليب يا جماعه يكون بارد مش سخن خالص، لو نزلتي عليه سخن هيكلكع معاكي، لا ننزل بيه بارد بالمنظر ده. انا نزلت بقد ايه؟ انا نزلت بكيلو ونص من الحليب، وكمان كوبايه تانية شايلاها على جنب. طيب ليه بقى شايلها على جنب؟ علشان انا مدوبه فيها معلقتين كبار من الحليب النيدو اللبن البودره، ودي خطوه بتدي غناوه للبشاميل. بصوا البشاميل طريقته سهله، دقيق وطبعا ولبن وخلاص، ولكن عايزه الطعام البشاميل بتاعنا بنديله شويه اضافات. عندنا ما عندناش ما فيش مشكله. وكمان نزلت بمكعبين كده من الجبنه الكريمي، او معلقتين من الجبنه السايحه الكريمي، او جبنه نستو، بجد بتدي طعم. عندك يا بنات عندكم، ما عندكوش ما تعملوش مشكله خالص. نزلت كمان بمكعب من المرقه وده اختياري. وكمان نزلت بشعره فلفل اسود، وشعره بسيطه من الملح، وكمان رشه بسيطه من جوز الطيب بتنقل لك البشاميل في ناحيه تانية خالص. وايدينا بالويسك معانا في ايدينا، وادي المج اللي انا قلت لكم واخداه من ميه سلق المكرونه. بجد بتدي النشا بتاع المكرونه اللي بينزل فيها، بيدي كده يعني نعومه، وبيخلي البشاميل كريمي خالص. كمان نزلت معانا بمعلقتين كبار من القشطه، قشطه وش اللبن يا بنات. انا دايما كلنا بيبقى عندنا لبن، انا بغلي اللبن واحطه في الثلاجه، اصحى تاني يوم الاقي الوش بتاع اللبن عامل معايا قشطه حلوه، بشيلها في الفريزر، وقت ما بعمل بشاميل الرز بلبن بيبقى زي الفل معايا.
فبرضو من الخطوه البشاميل اللي يطلع تحفه معاكي. شايفينه انا عايزاه الخفيه دي، يا ريت ما نتقلش البشاميل عن كده عشان بجد تطلع لك احلى مكرونه جوسي شفتيها. شايفين انا بوريكم ان انا سلقه المكرونه وما شطفتهاش بميه خالص، المكرونه ماسكه نفسها معايا. هديها دلوقتي. بصوا انا مزوده كميه المكرونه يا بنات عشان انا عامله صينيتين، انا مصوره بس معاكم صينيه واحده، ولكن انا لو بعمل على الصينيه بعمل كيس مكرونه واحد اللي هو 400 جرام. حطي بقى، بحب كده احط ايه، بشاميل على المكرونه، واحط كمان كبشه كده محترمه من اللحمه المفرومه التعصيجه اللي احنا معصجينها مع بعض، واقلبها بحيث ان كلها المكرونه بتاعتي كلها تاخد من قلب كده البشاميل وصوص اللحمه، بتبقى طعمها روح تحفه جدا، وكلها متحدقه ومتملحه، بحيث ان ما تبقاش معايا المكرونه اللي تحت كده حسها مكرونه مسلوقه، لا، بتبقى بجد تحفه جدا. جربيها بس مش هتندمي. جبت البايركس معايا وحطيت كده معلقتين بشاميل، او ممكن تدهني زبده براحتك خالص او زيت ما فيش مشكله، ونزلت معايا بنص المكرونه او بثلاث ارباع المكرونه، انا من فوق ما بحطش مكرونه قوي. وكمان نزلت معايا برشه جبنه موتزاريلا، ودي طبعا اختياري يا بنات، الجبنه الموتزاريلا اختياري في كل حاجه ما فيش مشكله خالص، بس هي بتدينا مطه كده حلوه وبتدينا تيست حلو للمكرونه برده. هحط بقيه كميه المكرونه، وزي ما انتم شايفين انا مش مغطيه السطح خالص بالمكرونه، هم بس يا دوبك حبه صغيرين. ودي بقى البشاميل ده يا سلام، يا سلام على الروعه. وكده بالسكينه او بمعلقه فرغي، خلي البشاميل كده ينزل لتحت، والفرن يكون سخن، يعني انا مسخناه على درجه حراره 220، دخلته يا دوبك تلت ساعه واطلعه. خطوه بقى حلوه جدا، تكايه هنا مميزه، فهي ايه، الجبنه الموتزاريلا اللي احطها على الوش، انا بصوا نقعاها في لبن، شويه لبن وحطاها ومقلباهم في بعض وحطيتهم على وش المكرونه. ليه بقى؟ بتديكي لون روعه جدا، وبجد المكرونه الجبنه الموتزاريلا ما بتحببش معاكي، وخطوه مهمه جدا. ودخلتها بعد كده تحت الشوايه، يا دوبك الجبنه ساحت، وبعد كده طلعتها بألف هنا وشفا زي ما انتم شايفين كده. بقعد الف في الصينيه لحد ما الصينيه تاخد بتاعي اللون اللي انا عايزاه. شايفين المكرونه؟ بصوا اخر المكرونه من تحت جوسي ازاي، والمكرونه تحفه. جربيها بالطريقه دي مش هتندمي. اتمنى بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا، يا ريت ما تنسينيش بالدعم واللايك والشير، ولو انت ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بوصفاتي. كنتم مع ابتسام الجبالي، والسلام عليكم ورحمه الله.